نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تسيير أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي في البلاد. نفير جماعي في بارنتو. الأمطار تحدث أضرارا في مديرية شنبقة. ماكرون يؤكد دعمه للعراق أمام تحديات التدخل الأجنبي. وكابول تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان. بكين ترفض تقريرا أمريكيا عن الرؤوس النووية الصينية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تتواصل هذه الأيام أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي والجندب الذي يغزو مناطق مختلفة من البلاد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. أفادت وزارة الزراعة بأن أنشطة الإبادة جارية للجراد الصحراوي المستمر انتشاره في مختلف أرجاء البلاد بعد ظهوره بأعداد قليلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي. وأوضحت الوزارة أن أعمال السيطرة جارية على الجراد الصحراوي الذي ظهر في إقليم عنسبة في 30 من أغسطس في مساحة أكثر من 300 هكتار في مديريات عتكلزان وعلا برعد وقلب. وقد حطت أسراب الجراد في منطقتي جرجير ومعالدي بمديرية عتكلزان ومنطقتي حصيت وحدش عدي في مديرية علا برعد وبيلتا وزين في مديرية قلب. وتجري أنشطة المكافحة للجراد الذي ظهر في الأيام الثلاثة الأخيرة في مديريات أفعبات وشعب وفرو بإقليم شمال البحر الأحمر. وقد سيرت أعمال السيطرة المتواصلة حتى الآن في مساحة أكثر من 450 هكتار. وفي الإقليم الأوسط بدأت أسراب الجراد الظهور من 29 من أغسطس، وتضافرت جهود الجميع للسيطرة عليها دون إحداثها الأضرار في الزراعة. وتتواصل أنشطة المكافحة الناجحة برش المبيدات بالمشاركة الشعبية للجراد الذي ظهر في الأيام الثلاثة الماضية في مساحة حوالي 200 هكتار في قرى الدفر وقرمي وكازين في مديرية سرجغة. وذكرت وزارة الزراعة القيام بأعمال مكافحة ناجحة لإبادة الجراد الذي ظهر في الأيام الثلاثة الماضية في الإقليم الجنوبي بضواحي عد شرفيتو وعد صنعاي وعد رسو. وتتواصل أنشطة مكافحة جراد الجندب الذي تكاثر بأعداد قليلة داخل البلاد في مديريتي أرعة ووسط دنكاليا. وعموما نفذت أنشطة مكافحة ناجحة في الإقليم الأوسط في قرى مبادرهو وزاقر ودنبزاول ووكي ومقركة دنبزان ومسفنتو وطعريشي وعجن وعننالاي وشمانقوس لعلاي وتحتاي وعدي رقيت بمديرية سرجغة وقرية عد بديل في مديرية بريخ ودرفو عد نفاس في ضواحي أسمرة. وفي الإقليم الجنوبي في مناطق محدودة بمديريات صنعفة وعد قيح ودكمحري ودبروة. ودعت وزارة الزراعة الشعب والإدارات وقوات الدفاع وخبراء الزراعة القيام بالمتابعة القوية ورش المبيدات ليلا وإبلاغ أماكن تواجد الجراد، وضعا في الاعتبار المخاطر الماثلة لأسراب الجراد المرتحل والذي تكاثر داخل البلاد. وتوضح منظمة الزراعة والأغذية أن أسراب الجراد لا تزال تنتشر بتوسع في منطقة القرن الأفريقي. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة روما بإيطاليا والرياض بالمملكة العربية السعودية وجوبا بجنوب السودان بالذكرى 59 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وخاطب الاحتفال الذي نظم في 30 من أغسطس بمدينة روما وال31 في الرياض والأول من سبتمبر في جوبا سفير إريتريا في إيطاليا الدكتور فساد سين بيتروس والقائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزغير وقنصل إريتريا في جنوب السودان السيد ساقاي محاري بكلمات ضافية تشرح مغزى هذا اليوم التاريخي ومكانته في وجدان الشعب الإريتري. وأوضحوا في الاحتفال مضامين الفاتح من سبتمبر ومكانتها في تاريخ النضال التحرري للشعب الإريتري، موضحين بأن 24 من مايو هو ثمرة الفاتح من سبتمبر. هذا وشهدت تلك الاحتفالات العديد من المناشط الفنية التي تعكس عظمة المناسبة.
أشار مكتب وزارة الزراعة في مديرية بارونتو إلى قيام السكان بأنشطة نفير جماعي لإصلاح مساقط المياه وحماية التربة واستقرارها وحفظ المياه. وقد هدف النفير الشعبي الذي نظم بإشراف خبراء وزارة الزراعة حماية التربة من الانجراف وضعا في الاعتبار تضاريس الأرض. من ناحية ثانية يقوم سكان ضاحية أفيتيلا والقرى الواقعة حولها بإصلاح مجاري المياه مع بدء العمل في بناء حفير بالمنطقة. وأوضح المشرف على السدود والمجاري التحويلية في مكتب وزارة الزراعة بمديرية بارونتو السيد جورجا وردي بأن النفير ضروري لحماية الحفير من الطمي. وأكد المشاركون في النفير على أهمية العمل الذي يقومون به تحت إشراف خبراء وزارة الزراعة لاستقرار التربة وحفظ المياه. أحدثت الأمطار الغزيرة التي هطلت باستمرار يومي 30 والحادي والثلاثين من أغسطس في بلدة شامبوكو أضرارا في المنازل والمزارع. فقد انهارت عشرات المنازل في بلدة شامبوكو وأوقعت أضرارا جزئية في المزارع الشاسعة. وأفاد مراسل إيرينا ببدء خدمات الكهرباء بعد صيانة خطوط الكهرباء التي قطعت في منطقة بشوكا بسبب الرياح القوية التي صاحبت الأمطار في وقت سابق بمديرية شامبوكو. وأشاد مدير ضاحية بشوكا السيد جولبت جدي بتضافر جهود إدارة المديرية وهيئة الكهرباء والسكان وأفراد قوات الدفاع لصيانة خطوط الكهرباء. حققت عملية دعم المؤسسات الصحية في إقليم شمال البحر الأحمر بالكادر البشري والمعدات الطبية تقدما ملحوظا في أدائها. وأوضح مسؤول الصحة العامة في مديريتي مصوع ودهلك الممرض محفوظ صالح لوكالة إيرينا بأن إنشاء 3 مؤسسات صحية في إطار الاستثمار الجاري بمديرية دهلك ساهم في ضمان صحة المواطنين، ويجري العمل حاليا لتعزيز تلك المؤسسات بالمعدات الصحية والكادر الصحي وتقليل أوجه القصور. وقال أن المؤسسات الصحية المشيدة تساهم بفعالية في رفع الوعي المجتمعي وضمان صحتهم، وبفضل ذلك ظلت الأمراض والوفيات تنخفض من حين لآخر، معبرا عن أمنيته الكبيرة في حل أوجه القصور بشكل دائم. وأوضحت مسؤولة الشؤون الطبية الممرضة بالتشاهيلي مريم بأن المؤسسات الصحية ال4 في مديرية مصوع تقدم خدمات ناجعة في متابعة الحوامل قبل وبعد الولادة والتطعيم المنتظم ومتابعة صحة الأطفال دون ال5 سنوات وخدمات طب الأمراض المعدية وغير المعدية والسمينارات الصحية، بالإضافة إلى الفحص المعملي للملاريا والسل وغيرها من الأمراض، مشيرة إلى المساعي الحثيثة الجارية لتقديم خدمات جيدة من خلال التعرف على أوجه القصور وإيجاد الحلول لها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعراق، حيث سيطلق بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادرة لدعم مسيرة السيادة في هذا البلد. ووصل ماكرون إلى بغداد قادما من بيروت حيث أمضى يومين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العراق يواجه تحديين رئيسيين هما تنظيم الدولة الإسلامية والتدخل الأجنبي. وقالها ماكرون الذي اختتم زيارته للبنان الثانية في غضون أقل من شهر خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي برهم صالح أنه هنا لدعم العراق وسيواصل دعمه. وذكر صالح أن العراق يجب أن لا يكون ساحة للصراع بين آخرين. وكانت مصادر حكومية عراقية كشفت أن ماكرون يصل إلى بغداد في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تسلمه مفاتيح الأليزيه في العام 2017. وهو أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة حكومة هذا البلد في مايو. كما أفاد مصدر في الحكومة العراقية بأن ماكرون يلتقي خلال الزيارة التي تستغرق بضع ساعات كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين سياسيين آخرين. قال مسؤولون أفغان كبار أن الحكومة أطلقت سراح نحو 200 من سجناء طالبان لدفع مفاوضات سلام مؤجلة منذ وقت طويل. والسجناء المطلق سراحهم من مجموعة تضم 400 هم من أبرز عناصر طالبان. وتسبب الخلاف بشأن مصيرهم في تعثر مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة المتشددة الرامية لإنهاء قرابة عقدين من الحرب في أفغانستان. وقال مسؤولون أن هذه المجموعة أفرج عنها من السجن الرئيسي في العاصمة كابول. وفي الوقت نفسه أطلقت طالبان سراح 6 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية كانت تحتجزهم. وهذه المجموعة هي الباقية من 5000 سجين من طالبان تقرر إطلاق سراحهم من السجون الأفغانية في إطار اتفاق أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية مع الحركة في فبراير يتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وكان الإفراج عنهم شرطا لبدء المحادثات بين الحكومة وطالبان.
رفضت وزارة الخارجية الصينية تقريرا أمريكيا جاء فيه أن من المتوقع أن تزيد بكين عدد ما لديها من رؤوس نووية إلى مثليه. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها تتوقع أن ترفع الصين عدد رؤوسها النووية لما لا يقل عن المثلين في السنوات العشر المقبلة من أكثر من 200 رأس حاليا. وقالت هوا تشون يانغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية أن التقرير حافل بالتحامل على الصين. في الخبر الأخير، قررت السلطات في كوريا الجنوبية وقف الرحلات الجوية، وأصدرت نظيرتها في كوريا الشمالية تحذيرات من هبوب عواصف فيما يشق إعصار يتوقع أن يكون الأقوى منذ سنوات طريقه نحو شبه الجزيرة. وألقيت مقادرة أكثر من 300 رحلة جوية محلية فيما يقترب الإعصار مايساكا من جزيرة جوجو السياحية في جنوب البلاد، يرافقه رياح تصل سرعتها إلى 162 كيلومتر في الساعة. وقالت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية أن الرياح قد تصبح أقوى حتى الخميس، متوقعة هطول أمطار غزيرة تزيد عن 400 ملم. ونشرت بلدية بوسان عشرات الآلاف من أكياس الرمل حول المدينة الساحلية لصد مياه الفيضانات. وضرب الإعصار جزيرة كوميجيما قبال الساحل منطقة أوكيناوا السياحية في جنوب اليابان، وطلبت السلطات من سكان المدينة إخلاء منازلهم واللجوء إلى المباني القوية، محذرة من حدوث كارثة كبرى في المنطقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.